السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير واموركم كلها تمام. اجي نحلو مجموعين هاد المعادله اللي كتشوفوها على الشاشه. اكس زائد واحد عامل لي اكس زائد 3 عامل لي اكس زائد 5 عامل لي اكس زائد 7 كتساوي 9. اذا بطبيعه الحال هذه معادله من الدرجه زين الاولى خطا. هذه معادله من الدرجه الرابعه، لانه الى نشرنا الجداءات. دونك اكس فوا اكس فوا اكس فوا اكس غتعطينا هي اكس أس 4. إذا هذه معادلة من الدرجة الرابعة بمجهول واحد. داكوغ. دونك حاجة أخرى، فاش غالبا لو أنه كان عندنا هنا زيرو بلاصة 9 غادي يكون الحل ديال المعادلة سهل جدا، لأنه المعادلات اللي كيكون فيها اللي كتكون عبارة عن واحد الطرف كيكون جداءات وواحد الطرف زيرو. كيكون الحل ما هو إلا أن هذا كيساوي زيرو، أو هذا كيساوي زيرو، أو هذا كيساوي زيرو، أو هذا كيساوي زيرو. دونك جداءات. وبالتالي غيكون الحل هو إكس زائد واحد كتساوي زيرو، أو إكس زائد 3 كيساوي زيرو، أو إكس زائد 5 كيساوي زيرو، أو إكس زائد 7 كيساوي زيرو. وبالتالي الحلول هي إكس كتساوي ناقص واحد، أو إكس كتساوي ناقص 3، أو إكس كتساوي ناقص 5، أو إكس كتساوي ناقص 7. ولكن ماشي هذه هي الحالة هنايا. دونك بلاص زيرو كاين عندنا 9، لهذا خاصنا نقلبوا على شي طريقة أخرى باش نحلوا هذه المعادلة. ومن بين الطرق اللي كيتستعملوا في حل المعادلات ما يسمى بتغيير المتغير. دونك خاصك بلاص اكس غتحط واحد المتغير اخر، واللي غنحط مثلا انا غنحط مثلا يو، متغير جديد نسميه يو كتساوي، بحيث ان هاد يو كيساوي اكس زائد 4. يعني بما ان يو كتساوي اكس زائد 4 فاكس شحال كيساوي هو يو ناقص 4. داكوغ. غادي تقول لي علاش ولا كيفاش طيح عليك الفكره باش انك تحط يو كتساوي اكس زائد 4؟ علاش اكس زائد 4 وماشي شي حاجه اخرى؟ غنقول لك خاصك تمشي تقرا على راسك، وخاصك تمشي تحل التمارين بزاف، لانه غالبا تغيير المتغير باش تختار واحد المتغير خصو يكون مناسب لحل هذيك المعادله ولا داك الانترفال ولا واتيفر. وباش تبان لك خاصك تكون كتخدم تمارين بزاف، او لا خاصك بقى تحاول دير اي كتساوي واحد لو تيرم، وإلا ما صدق لك تعاود تبدلو. دونك هناك غادي تولي عارف دير شنو غتشوف المساله ولا تشوف ليكواسيون غادي يبان لك شنو غتحل. داكوغ. دونك غادي نجيو نعوضو في المعادله الاصليه. دونك اكس زائد واحد الى عوضنا اكس ب يو موان 4 اشنو غيعطينا؟ دونك غيعطينا هي يو موان 3. نفس الشيء هنايا غيعطينا هنايا يو موان 1. نفس الشيء نعوضو اكس يو ناقص 4 هنايا في اكس زائد 5. دونك عطنا هي يو زائد واحد، وهنايا عطاتنا هي يو زائد 3. هادشي كلشي كيساوي 9. هنايا ما عرفتش بانت لكم واحد الحاجه مألوفه او لا. باش تبان لكم غادي نعاود نبدل الترتيب ونديرهم بالالوان باش تبان لكم. المهم داكشي بالخوشيبات. هنايا نديرو غادي نخلوها بلاصتها، وغنجيب هاد يو زائد 3 نجيبها هنا لانه ضرب زائد 3. غنحط هادو بلاصتهم لون اخر باش يبان لكم. يو ناقص واحد عامل لي يو زائد واحد. اشنو درنا هنا؟ غير دي بروبريتي ديال الضرب. دونك كي كان عندنا ا فوا بي راه كيساوي بي فوا ا، ما غاديش تبدل النتيجه دا سين صافي. دونك هنايا شنو بان لكم؟ هنا بعدا كتساوي 9. اشنو بان لكم هنايا؟ هادي راه باينه. دونك هادي عباره عن متطابقه هامه. اشنو كتقول لنا هاد المتطابقه الهامه؟ ا ناقص بي عامل لي ا زائد بي كيساوي شنو؟ كيساوي ا و كاري ناقص بي و كاري. ساهله. دونك غنجي نفس الشيء نديرو هنايا. دونك اش يعطيني؟ هادي عطاتنا هي يو و كاري ناقص 3 و كاري. بطبيعة الحال غنخليو الاقواس حيت راه دائما عندنا هنايا راه جداء. نفس الشيء هنايا يو كاري ناقص واحد و كاري كتساوي هي 9. داكوغ. غادي نعاود نكتبوها هنايا. دونك اش تعطينا؟ هي يو كاري، قلنا 3 و كاري هي 9،
عامل لي يو كاري ناقص واحد او كاري هي واحد كتساوي 9. داكوغ. غادي نجي نعاود نشرو هذا الجداء نشروه. دونك يعطينا هو يو اس 4 على بويسونس 4 موان يو au carré moins 9 u au carré plus 9. Donc moins في moins عطنا هي plus égal 9. d'accord. donc هنايا donc تعطينا هي u à la puissance 4 moins u carré moins 9 u au carré هي moins 10 u au carré. هادي عندنا بلس 9 هنا وبلس 9 هنا. دونك غنتخلصوا منهم. كيفاش غنتخلصوا منهم؟ دونك كنقصوا 9 هنا ونقصوا 9 هنا. دونك بلس 9 موان 9 هي 0 و بلس 9 موان 9 هي 0. دونك اش غيبقى لنا هنايا؟ غيبقى لنا هنايا كتساوي 0. اشنو غنديرو هنا عاوتاني؟ غنجيو نعملو الا بان لكم هنايا راه غنجيو نعملو بيو كاري. دونك الا عملنا بيو كاري اش غيبقى لنا هنايا؟ غتبقى لنا هنا واحد يو كاري وهنا تبقى لنا 10 موان 10 ايكال 0. وإلا شفتوا حنا طحنا في هذيك الحاله اللي شرحت لكم في الاول فاش كيكون عندنا معادله عباره عن في واحد الطرف كاين جداء ولا جداءات وفي طرف اخر كيساوي 0. دونك شنو الحل؟ هو انه هذه كتساوي 0 او هذه كتساوي 0. داكوغ. دونك يو كاري كتساوي 0 او يو كاري ناقص 10 كتساوي 0. ردوا البال واحد القضيه هنا كيطيح واحد الغلط كيطيح فيه بزاف ديال الناس. الا كان عندنا اكس او كاري ناقص 4 كتساوي 0 دونك اكس او كاري كتساوي 4 نديرو جذر هنايا ونديرو جذر هنايا. شحال من واحد كيدير شنو كيدير؟ الاغلبيه كيدير اكس كتساوي جوج. لا غلط. اكس راه كتساوي بلس او موان 2 حيت هاد اكس راه يقدر يكون موجب كما يقدر يكون سالب. دونك راه اكس كتساوي جوج او اكس كتساوي ناقص جوج. راه نفس الشيء هنايا عندكم تغلطوا فيها. دونك يو كتساوي هنا بالنسبه لزيرو ما عندناش مشكل. دونك غنديرو يو نيشان كتساوي زيرو. ولكن عندنا مشكل في هاد الاخرى. دونك ان يو اش غتساوي لنا؟ هي ناقص جذر 10 و يو كتساوي زائد هي بحال ما درنا جذر 10. داكوغ. دونك واش حلينا المعادله؟ مازال ما حلينا. علاش؟ لانه حنا كنقلبوا على اكس ماشي على يو. حنا ما عندناش غرض بيو. دونك قلنا بان يو كتساوي اكس زائد 4 دونك ان اكس كتساوي هي يو ناقص 4. وعندنا حنا قلنا شنو قلنا؟ عندنا ان يو كتساوي 0 او يو كتساوي جذر 10 او يو كتساوي موان غاسين 10. داكوغ. دونك الا كانت دابا نجيو نعوضو. الا كانت يو كتساوي 0 اكس شحال كيساوي؟ الا كانت يو كتساوي 0 اكس شحال غيساوي لنا؟ في هاد الحاله اكس كيساوي ناقص 4. غنعوضو غير في هاد المعادله هادي. و اكس الا كانت يو كتساوي جذر 10 اكس شحال غيساوي؟ اكس غيساوي جذر 10 غاسين 10 موان 4. و سي يو كتساوي موان غاسين 10 دونك اكس ايغال موان غاسين 10 موان 4. اي فوالا لي سوليسيون ديال ليكواسيون ديالنا من الدرجه دو دوغري 4. داكوغ. اذا كنتمنى يكون عجبكم الشرح. وإلا عندكم شي ايكواسيون اخرى بغيتو نحلوها مجموعين او لا شي اكزرسيس بغيتو نحلوه مجموعين ما عليكم الا تصيفطوا ليا سواء ايماج او لا خليوه في التعليق سواء ايماج او لا ليان او لا وريفر. ودمتم سالمين.